عايش في شقة إيجار وبيتبرع بمرتبه كل شهر. حاجات هتسمعها لأول مرة عن الإمام الطيب شيخ الأزهر. بيرفض المكافآت والحوافز والبدلات، ولحد النهاردة ومن وقت ما تعين كشيخ للأزهر وهو بيتبرع بمرتبه كل شهر للفقراء والمحتاجين، وعايش في شقة إيجار، وكان ولا يزال بيجيله هدايا بالملايين من الملوك والأمراء من دول الخليج، لكنه بيرفض إنه ياخدها. وبرغم إن منصبه بيوازي منصب رئيس الوزراء، لكن حياته البسيطة زيها زي أي موظف صغير. وقال في لقاء ليه على التلفزيون المصري: الحياة بالنسبة لي عبارة عن طبق فول ورغيف عيش وجلبية. أسرار وحاجات هتسمعها لأول مرة عن حياة شيخ الأزهر أحمد الطيب. أول ما تعين الإمام الطيب كشيخ للأزهر، خد قرارات قوية وحاسمة عشان يحافظ على وقار وقداسة الأزهر الشريف، وعشان يرفع من شأنه. وكان أول قرار ليه هو منع كتب كتاب الأكابر في المشيخة على إيد شيخ الأزهر، بالرغم إنه كان بيدخل للأزهر ملايين كل شهر. بعدها خد قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الأزهر، وهو تخليه عن كامل مرتبه وعمله بالمشيخة، وإلى الآن بدون أي مرتب، ورفض كل البدلات والحوافز. وقال عن ده: أنا باخد معاشي كرئيس سابق لجامعة الأزهر ومكتفي بيه، ولو الأمر احتاج إن أتبرع بيه مش هتأخر لحظة واحدة. وتالت قرار خده هو رفض الهدايا والعطايا اللي كانت بتيجي من ملوك وأمراء الخليج. وكان من المواقف اللي تحسب له لما كان بيزور الأردن، وقرر الملك عبد الله إعطائه شيك بملايين كدعم لدوره في الأزهر، لكنه رفض بطريقة محترمة. ولما صمم الملك عبد الله، قال له الإمام الطيب إنه مش هيقدر ياخد الفلوس دي، لكن ممكن الأردن تبني بيها كلية في الأزهر يستفيد منها كتير من الطلاب. وما بيستخدمش الطيب عربية الدولة اللي مخصصة ليه عشان يتحرك بيها، ولكنه بيستخدم عربيته البسيطة اللي موديلها قديم جدا. أحمد الطيب من أجمل الشخصيات اللي ممكن نتكلم عنها، وكانت بداية حياته البسيطة سبب في زهده. فكان لأبوه الشيخ محمد الطيب دور كبير في التأثير في حياته، فكان ليه هيبة كبيرة بين أهل قريته، وكان متدين ومحبوب جدا. وقال الشيخ أحمد الطيب عن حياته مع والده: لن أصل إلى علم والدي في حياتي، ولن نعرف أمور كتيرة عن حياته الشخصية، فالإمام أحمد الطيب لا يتحدث كثيرا عنها، لكن ليه حديث نادر قال فيه: أنا متزوج من ابنة عمي، وكأي زوج في جيلي لا يعرف الحب، ولكنه زواج أعتبره موفقا والحمد لله، وكان سببا في تقدمي في حياتي العلمية والعملية. أولاد الإمام الطيب هم المهندس محمود وزينب، وعايشين في منزل الإمام بمحافظة الأقصر مع والدتهم. وقال عنهم: ولادي متربيين على الاحترام، وكنت في طفولتهم بشاركهم حياتهم بكل حب، ولم أحتاج يوما إلى معاملتهم بالعنف. وعن أحفاده من أولاده، فعنده نادية وبسمة والطيار محمد اللي قدر يحقق حلم جده. فالإمام الطيب كان حلمه من صغره إنه يكون طيار، وقال: بعد حصولي على الابتدائية بالأزهر، وبعدما أكملت دراساتي الثانوية، ووقتها كان قسم الأدبي والعلمي شيء جديد علينا، فوقتها قررت أدخل علمي عشان أحقق حلمي وأكون طيار، لكن والدي رفض تماما وتبخر حلمي، ودخلت بعدها كلية أصول الدين. الإمام أحمد الطيب بيقضي حياته في خدمة العلم من أجل خدمة دينه ووطنه والإنسانية، وكل المقربين منه قالوا أنه دايما مهموم بحال الأمة الإسلامية والضعفاء والمساكين وأصحاب الحاجات، وبيشاركهم كل ألمهم وأوجاعهم. بارك الله في فضيلة الإمام أحمد الطيب ووفقه.